ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهاردة. طبعا لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسينيش في اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. النهاردة جايكم بمشتريات جديدة انا مشتريها كده من امازون. تعالوا نشوف ايه المشتريات بتاعتنا. اول حاجة جبت المصفاية دي، بجد حلوة وعملية جدا. بصوا الايد بتاعتها، وكمان بتستحمل درجة حرارة عالية. تقدري تصفي فيها مكرونة، تقدري تصفي فيها اي حاجة من على النار بمية سخنة. عجبتني جدا. تعالوا نشوف بقى الحاجة التانية اللي انا جبتها. جبت الوك دي، بجد جميلة جدا، وانتوا شفتوها معايا في الفيديو اللي فات لما حمرت فيها الفراخ، الحمام، وحمرت فيها الممبار. بجد حلوة جدا، جميلة جدا بجد، وكمان واسعة جدا زي ما قلت لكم، عليها عرض وكده. بصوا دول اول حاجتين. تعالوا نشوف ايه جبناه تاني مع بعض. اول حاجة برضو شفت الكبة دي نازل عليها عرض، عجبتني جدا، وعايزة اقول لكم الماتيريال بتاعتها طلعت حلوة جدا جدا. تعالوا نشوف ايه مكوناتها من جوه، وتعالوا نفتحها كده مع بعض. بصوا اول حاجه كده بيبقى معاها كده دي الغطا اللي بنغطي بيه يعني الكبه وكده. البلاستيك بتاعها حلو جدا، ماسك نفسه وشديد، مش متعاد، مش اللي هو بلاستيك وحش، لا، بلاستيكها جميل جدا بجد، عجبتني جدا. دي قطعة تانية علشان الكبة فيها مبشرة وكده. بصوا ده الجهاز طبعا فيه قفل وفتح، عشان لو انت عايزة تلم الكبة بحيث ما تاخدش معاكي مكان في ضرفة المطبخ، تقفليها وتفتحيها. الايد دي بتطول لما بنفتح القفل، وبتصغر لما بتخليه مفتوح. دي السلاح بتاعها. حامية جدا، السكاكين بتاعتها جدا جدا كمان، وهتشوفوها معايا في الفيديوهات، هجربهم معاكم. برضو دي نوعها كده اكليريك، اكليريك صافي ناعم، مفيهوش اي مشكلة، ولا يعني مش مخدوش ولا حاجة. بصوا دي الاسلحة بتاعتها زي ما قلت لكم، بنركب كده، بتحطيها بالشكل ده. بعد كده بتركبي السلاح، مثلا هنركب السلاح ده، وتبدأي كده تبشري الحاجة بتاعتك. عملية جدا وسريعة جدا، واحلى حاجة فيها ان هي من غير كهرباء. يعني مش هتاخد من وقتك حاجة، تطلعيها كده بسرعة وتعمليها. وسعرها مناسب جدا جدا. ودي كمان برضو فيها هي مقشرة كده للثوم. بننزل كده بالجهاز زي ما انتوا شايفين. بعد كده هفتح كده القفل الاول، بعد كده ايه ابتدي ايه اشغلها. آه، اهو كده زي ما بقولكم، ده بيقفل كده وبيفتح. بصوا سريعة جدا، يعني ما بتدوسي عليها بسرعة كده بتلف. مش بطيئة ولا حاجة، وعملية جدا. زي ما قلت لكم البلاستيك بتاعها حلو جدا. ده السلاح التاني، يعني فيها هي 4 سكاكين، مش سكينة واحدة او مش 2، 4. يعني تقدري تحطي فيها كمية كبيرة يعني، وكده ممكن تحطي فيها 4 بصلات تعملهم لك، لانه فيها 4 سكاكين، غير لما تكون صغيرة وكده. وتعالوا نشوف برضو جبنا ايه كده تاني مع بعض. جبت المغرفة دي حلوة جدا برضو. تقدري يعني ايه لو انت بتحطي بهارات حصى كتير في الشوربة، تقدري تتلافي وتصفي من الناحية التانية وتنزلي الشوربة. حلوة جدا، تقدري برضو تستخدميها للكريب من الناحية التانية. يعني هي حلوة جدا جدا بجد. بس للأمانة البلاستيك بتاعها هي مش سيليكون، هي مادة كده زي البلاستيك كده، لكن هي مش سيليكون، عشان يعني ايه اقول للأمانة يعني. بس برضو حلوة، يعني برضو بتستحمل درجة حرارة، لكن مش اعلى حاجة. يعني انت لو عندك غسالة اطباق ما ينفعش تغسليها في غسالة الاطباق. برضو كمان جبت الجهاز ده، بجد يا بنات طلع وهم وهم وهم. خطير كده وعملي وخفيف كمان. واحلى حاجة فيه ان هو بيشتغل بالشحن وكده، يعني تقدري تشحنيه وتستخدميه في اي مكان، وحلو وكمان على قد الايد، وسعره مش غالي خالص. سعره يعني ايه متوسط. جميل جدا بجد. بصوا الجهاز فيه كذا نوع من الشفرات، مش شفرة واحدة بس. اول حاجة كده شلت اللساك بتاعه علشان يعني ابتدي استخدم الجهاز وكده.
بصي بتدوسي عليه كده وبيبتدي يشتغل. ده الماركة بتاعته. دي وصلة الشاحن علشان انت لما تستخدمي تشحنيه، بس هما جايبين معاه وصلة USB، وانت بتحطي له كده يعني اي شاحن معاكي وتدخليه ويشحن وهيشتغل معاكي. بس يعني الحاجات دي على قد ما انت هتحافظي عليها على قد ما هتعيش معاكي. يعني الحاجة طول ما انت بتنضفيها كويس وراكي وتسيبيها نظيفة وما تستخدميهاش كتير. يعني ممكن لو مثلا هتعملي حاجة ما تستخدميش كل مرة واحدة. الحاجة هتقعد معاكي، يعني مش هتبوظ معاكي بسرعة وكده. دي شفرة تاني، هي ليها شفرة للحواجب وفيها لها شفرة للجسم وليها شفرة للوش. يعني ليها كذا شفرة وكده. ودي الوصلة زي ما قلت لكم، دي وصلة اليو اس بي بتاعتها، ودي بتاعت الحواجب. بتشيل كده الكفر الابيض، بعد كده بتلاقي الجزء بتاع الحواجب وكده. دي الماركة بتاعتها بجد انا جربتها، جميلة جدا جدا. لو شفتوها هتعجبكم جدا. وكمان يعني هتنفعك جدا لو انتي ما بيبقاش معاكي وقت تروحي الكوافير وكده. لا دي جميلة جدا بجد. بس ودي كانت المشتريات بتاعتي. اشوفكم في فيديو جديد، يلا مع السلامة.